السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض بطاطس محمرة بطعم كفتة الحاتي. ايه ده؟ يعني ايه بطاطس محمرة بطعم كفتة الحاتي؟ طبعا اكيد حد هيسأل السؤال ده. بطاطس محمرة بطعم كفتة الحاتي، تعالوا اوريكم هنعملها ازاي. معانا بطاطس محمرة قشرناها وغسلناها وحمرناها في الزيت عادي جدا وبقت قدامكم بالشكل ده. معانا ملح وفلفل اسود وبقدونس، مش اكتر من كده. وهنا على النار حاطين فحمايه صغيره اهي. ودلوقتي حبايبي تعالوا مع بعض نحط المكونات كلها على بعض. ادي بطاطس معانا، ملح، فلفل اسود، وشويه من كزبره خضراء سوري بقدونس اخضر، وشويه من البقدونس. ونقلب بقى ايه كل ده مع بعض كده. قلبنا كل المكونات مع بعضها، اتاكدنا ان كله اخد الملح والفلفل والبقدونس. تعالوا بقى نشوف الخطوه اللي بعديها ايه. طبعا انا المفروض ان انا هحط فحمايه هنا، بس للاسف انا ما عنديش فويل. هوقف كده الوصفه؟ لا طبعا لازم نتصرف. تعالوا نشوف هنتصرف ازاي. وهنا انا جبت معلقه زي ما انتم شايفين، حطيتها على البطاطس، وهحط دلوقتي عليها الفحمايه بالطريقه دي، وهنزل عليها بشويه زيت وبطبق بغطا اي حاجه عندك، بسرعه بسرعه تقومي ايه مغطياها وتسيبيها شويه. لو تلاحظوا معايا يا جماعه، شايفين الدخان؟ طبعا هو ده اللي هيدينا بالظبط طعم كفتة الحاتي، الدخان اللي انتوا شايفينه قدامكم ده. بنسيبه بس مجرد بس كده 5 ثواني 7 ثواني، وبنشيل من عليه الطبق. شايفين يا جماعه؟ مفيش نقطة زيت نزلت من المعلقة على البطاطس، المعلقة زي ما هي في مكانها. فحماية ما اتحركتش، عشان اللي يقولك الفحم غلط على الصحة، ايوه هو غلط على الصحة، بس الفحم ما جاش عند البطاطس خالص. حاطينه اهو جوه المعلقة بالزيت بتاعه، ودلوقتي هنشيله. وده يا جماعة شكل الطبق بتاعنا بعد ما قدمناه. بتمنى تجربوه، صدقوني بجد مش هتندموا. بطاطس بطعم كفتة الحاتي. بس ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.